يا ترى الكرة الذهبية 2025 هتروح لمين؟ لامين يامال اللي مولع الدنيا وهو عنده 17 سنة، ولا رافينيا اللي مفجر الارقام مع برشلونة، وكيليان امبابي رغم الحذاء الذهبي الاوروبي هل خرج ولا لسه في فرصة؟ والمفاجأة الكبرى بعد موسم عظيم عثمان ديمبلي يدخل القايمة، ومين كان يتخيل ان نونو مينديز او فيتينيا يكونوا في التوب 10؟ وطبعا معاهم حكيمي كفارا وديزري دوي اللي عاملين موسم يدوخ اي محلل. ومحمد صلاح ترتيبه الرسمي كام في المنافسة دي؟ اللي حصل في اوروبا السنة دي قلب الموازين ومفيش مرشح واضح وبقوة. لكن تعال نشوف الترتيب الرسمي من فرنسا فوتبول لافضل 12 لاعب في المنافسة على الذهبية، يمكن نلاقي اجابة اوضح على سؤالنا، هي الكرة الذهبية 2025 هتروح لمين؟ وبالمناسبة يا صاحبي انا وقفت الموسيقى اللي كنت بحطها في خلفية الفيديو كنوع من التسلية، لان انا مش حمل ان انا وانت ناخد ذنوب على الفاضي. صحيح انه هيأثر شوية في دعم القناة، بس ده ربح ليا وليك اننا نخسر اي حاجة تغضب الله عز وجل. وحابب اشكرك يا صاحبي على التفاعل الرهيب في اخر فترة على القناة، ووصلنا ل 3000 مشترك، وبوعدك بمحتوى اقوى وافضل في المستقبل. يلا اضغط لايك وفعل الجرس عشان ما تفوتش اي فيديو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وبسم الله فلنبدا. في المركز ال 12 هاري كين، واللي اخيرا فاز باول بطولة في مسيرته. قائد منتخب انجلترا ما زال محافظ على حسته التهديفية رغم انه عدى ال 31، وقدم مستوى ناري مع بايرن ميونخ، سجل فيه 44 هدف وصنع 13، وكمان ساهم في تتويج الفريق بالدوري الالماني. صحيح ان الخروج من الدور الثمانية في دوري الابطال قدام انتر كان احباط كبير، لكن كين اثبت انه مهاجم متكامل مش بس ماكينة اهداف. وحتى لو الجوائز الكبيرة زي البالون دور ما بقتش تتحدد بالاهداف، فاداء كين كان كفاية عشان يلفت انظار المصوتين. وفي المركز ال 11 بيترتب من برشلونة بدري، ارقامه الموسم ده مش ضخمة، 7 اهداف و10 اسيستات، لكنه كان من اللعيبه اللي قدموا اداء استثنائي مع برشلونة تحت قيادة هانز فليك، ولاول مرة من سنين بدري يلعب موسم كامل تقريبا من غير اصابات، وده اللي خلى الجمهور اخيرا يشوف النسخة اللي كانوا مستنيينها من سنين. الناس اللي تابعت برشلونة بتتكلم عنه كانه افضل لاعب وسط في العالم حاليا، خاصة بعد العرض الاسطوري اللي قدمه في نهائي كاس الملك. لكن خروج برشلونة في نص نهائي دوري الابطال اكيد قلل فرصته في تدريب البالون دور. بس في ناس شايفة ان الكرة الذهبية ممكن تبقى في مستقبله فعلا، فتفتكر بدري رجع فعلا ولا لازم يستمر موسمين كمان عشان ينافس بجد؟ ورسميا اول لاعب في العشرة الافضل اشرف حكيمي بالمركز العاشر. الموسم اللي فات 2024 2025 حكيمي عمل ارقام مرعبة مع باريس سان جيرمان، سجل 11 هدف وصنع 15، وفريقه حافظ على شباكه نظيفه في 21 ماتش. كمان فاز بكل حاجه، دوري ابطال اوروبا، دوري فرنسي، وكاس فرنسا، وكاس السوبر الفرنسي. كل ما يتفتح نقاش عن مين افضل ظهير ايمن في العالم لازم اشرف حكيمي يطلع في الصوره، ولو هنعمل تشكيل عالمي دلوقتي صعب جدا نتجاهله. من ايام دورتموند وانتر ومستواه ثابت ومتصاعد، ودلوقتي شكله داخل في مرحله النضج المرعب تحت قياده لويس انريكي. اللاعب المغربي مش بس جامد دفاعيا، لا ده هجوميا كمان بيشكل خطوره جباره، وده بان في الجولات الحاسمه من دوري الابطال اللي سجل فيها اهداف في ربع النهائي ونص النهائي وكمان في النهائي. بالمركز التاسع الجورجي كفاراتسخيليا، برضه في الموسم 2024 2025 اللي فات كان حكايه لوحده، خلصوا ب 14 هدف و11 اسيست، ورفع 4 بطولات مع فريقين مختلفين. شارك مع نابولي في بدايه الموسم وساهم معاهم في الفوز بالدوري الايطالي، وبعدها انتقل لباريس سان جيرمان وساعدهم يحصدوا دوري الابطال والدوري الفرنسي وكاس فرنسا. ورغم ان ارقامه مش بتعكس كل اللي قدمه في الملعب، بس تاثيره في اللحظات الحاسمه كان واضح، خصوصا الهدف الخرافي ضد استون فيلا في ربع النهائي في دوري الابطال اللي خلى اسمه يتردد كتير وسط المرشحين للبالون دور عشان يبقى تاني ترشيح ليه للجائزه. لكن المره دي عنده ملف مليان بطولات واداء كبير. تفتكر بقى يقدر يتفوق على نجوم الصف الاول ولا مجرد وجوده بس في القائمه كفايه؟ ومن باريس برضه بيترتب المدافع نونو مينديز في المركز الثامن. موهبه مينديز دي معروفه من زمان يا صاحبي، لكن اللي عامل الموسم ده مع باريس سان جيرمان خلاه يلمع على مستوى تاني خالص. الظهير البرتغالي خلص الموسم ب7 اهداف و12 اسيست، وساهم في 13 مباراه بشباك نظيفه، وكمان فاز بكل البطولات الممكنه، دوري الابطال، الدوري الفرنسي، وكاس فرنسا، وكاس السوبر الفرنسي، وحتى دوري الامم الاوروبيه مع منتخب بلده. نجم سبورتنج لشبونه الصايغ بقى حديث الجماهير بعد ما قفل على محمد صلاح في دور 16 من دوري الابطال، وسجل اهداف حاسمه قدام استون فيلا في دور الثمانيه رايح جاي، وبعدها قابل بوكايو ساكا في نص النهائي ضد ارسنال، وبرده كان قد التحدي وشارك في صناعه الهدف الوحيد في الذهاب. ولكن اصعب اختبار كان قدام اسبانيا ولامين يامال، وقتها برده نونو ابدع في جول واسيست، كان المعركه دي كانت عنوان تتويج. وسابعا برده من البي اس جي بيترتب فيتينيا، بعد ما ظهوره في قائمه البالون دور السنه اللي فاتت كانت مفاجاه لناس كتير. السنه دي بقى العكس تماما، اي حد ما يرشحوش هيكون هو المفاجاه. فيتينيا نجم وسط باريس سان جيرمان قدم موسم خرافي بكل المقاييس، سجل 7 اهداف وصنع 6، وزيه زي مينديز برده فاز بكل البطولات مع الفريق. اللاعب اللي كان معار قبل كده للولفز بقى قلب الفريق النابض تحت قياده لويس انريكي، والناس دلوقتي بتشبهه تشافي هرنانديز في طريقه سيطرته على وسط الملعب واداؤه السلس. ومش بس اكتفى بكده، ده كمل في تالقه مع البرتغال وساعدهم على الفوز بدوري الامم الاوروبيه، واثبت انه مش بس لاعب نادي، لا ده نجم منتخب كمان. ومش هنسيب الباريسي برده اللي واخد المركز السادس كمان لحسابه، واللي من نصيب ديزري دوي، رغم انه ما كانش اساسي دايما مع باريس سان جيرمان، بس كل مره كان بيشارك فيها كان بيعمل فرق ويثبت انه موجود في الملعب. ديزري دوي اللي انضم من رين الصيف اللي فات، ومن اول موسم ليه مع باريس سان جيرمان سجل 15 هدف وصنع 16، وفاز بكل البطولات المحليه الاوروبيه. ومع دخول دوري الابطال في مراحل الجد لويس انريكي اعتمد عليه بشكل اساسي، وكان على قد الثقه دي. لا وكمان قدم واحده من اعظم الاداءات الفرديه في نهائي ميونخ الاوروبي. وما ننساش ان الاسبوع اللي قبله صنع جولين في نهائي كاس فرنسا. ونسيب بقى باريس شويه ونرجع له تاني على فكره قدام، ونروح على صاحب المركز الخامس كيليان امبابي، واللي ما بداش مشواره مع ريال مدريد زي ما كان هو او جمهور النادي بيتمنوا، بس بقى الهداف وما استناش كتير عشان يعلن عن نفسه في البرنابيو، خصوصا بعد الهاتريك الخرافي اللي جابه في مانشستر سيتي بالابطال. لكن للاسف مع نهايه الموسم الفريق خرج من دوري الابطال قدام ارسنال بشكل باهت، خسروا نهائي الكوبا والسوبر قدام برشلونه، والدوري الاسباني رجع تاني لكاتالونيا، رغم ان امبابي عمل اللي عليه وحقق الحذاء الذهبي الاوروبي، وده على امل ان يكمل الرحله السنه الجايه بشكل اقوى. وبالمركز الرابع بيترتب الملك المصري محمد صلاح. الجدل حوالين مستقبل محمد صلاح خلص اخيرا بعد ما جدد عقده مع ليفربول لسنتين كمان، وعندك الناس كلها تقريبا متفق ان العقد ده مستحق تماما. الملك المصري رجع مستواه لافضل صوره ممكنه مع المدرب الجديد ارن سلوت، وساهم بشكل كبير في تتويج الريدز بلقب الدوري الانجليزي بكل اريحيه. بس للاسف فرص صلاح في الفوز بالبالون دور اتاثرت بعد خروج ليفربول المفاجئ من دور 16 من دوري الابطال، وكمان ظهوره الباهت في نهائي كاس الرابطه ضد نيوكاسل يونايتد. ورغم ان عنده 32 سنه الا ان لسه في امل انه يبقى اول لاعب افريقي ياخد الجائزه الذهبيه من ايام جورج وايا سنه 1995، بس فرصته في 2025
بقت اصعب شويه. وفي ثالث الترتيب بيجي الكابيتانو رافينيا. ناس كتير كانوا شايفين انه مش هيكمل وكانوا بيطالبوا برشلونه يبيعوه الصيف اللي فات، وده لو كان قدروا يضموا نيكو ويليامز، بس رافينيا رد عليهم بطريقته الخاصه. ارقام مرعبه واداء خرافي خلاه اهم لاعب في الثلاثي الامامي للبارسا الموسم ده، سجل 39 هدف وصنع 25، وخلى برشلونه يحصد الثلاثيه المحليه الدوري والكاس والسوبر الاسباني. وهو نفس اللاعب اللي كان جاي من ليدز يونايتد والكل كان شايف انه مجرد صفقه متوسطه، واللي بيحصل دلوقتي هو افضل نسخه من رافينيا. بس السؤال اللي بيطرح نفسه، وده كفايه عشان يفوز بالبالون دور ولا في اسماء ثانيه هتخطف منه اللقطه؟ لامين يامال بالمركز الثاني في المنافسه على الذهبيه. مفيش لاعب في تاريخ كره القدم خد الكره الذهبيه قبل ما يتم 21 سنه، بس لو لامين يامال ما كسرش الرقم ده هتبقى مفاجاه. الواد لسه عمره 17 سنه وبيقدم اداء يخض، واللي عمله في موسم 2024 2025 بياكد انه لسه في بدايه صعوده. سجل 21 هدف وصنع 26، وفاز مع برشلونه بالدوري والكاس والسوبر. ورغم ان في لعيبه من زمايله سجلوا اكتر منه، لكن اغلب اللي بيتابعوا الليجا مؤمنين انه كان اكتر مهاجم في اسبانيا الموسم ده. واللي عمله في دوري الابطال خصوصا ضد انتر ميلان في نص النهائي كان غير طبيعي، ومستوى خرافي خلى ناس كتير تشوف انه دلوقتي المرشح الاول للبالون دور داخل غرفه ملابس برشلونه. وعثمان ديمبلي هو المرشح الاول والاقوى على الجائزه. هو ده الموسم اللي اخيرا شفنا فيه النسخه الحقيقيه من ديمبلي. من اول ما ساب دورتموند وراح لبرشلونه الناس حاسه انه موهبه كبيره، بس ما كانش دايما بيوفي باللي عنده. انما من اول السنه الراجل دخل في مود مختلف تماما مع باريس سان جيرمان، وبقى عنصر مؤثر جدا في استمرار هيمنتهم على الدوري الفرنسي. مش بس كده، الحلم الاوروبي كمان اتحقق اخيرا، وديمبلي كان جزء من الانجاز ده، وسجل في الانفيلد قدام ليفربول، وسجل تاني في ملعب الاماراتي ارسنال، وكمان صنع جولين في النهائي ضد انتر ميلان. يعني لا فرديا ولا جماعيا في حد عدا ديمبلي في 2025. فيا ترى البالون دور 2025 هتكون سنه المفاجآت ولا هنرجع تاني لسيطره الاسماء التقليديه؟ ديمبلي قدم موسم ملوش وصف، ويامال بيهدد التاريخ وهو لسه مراهق، وصلاح رجع بقوه لكن الحظ ما كانش في صفه اوروبيه، وامبابي ارقامه مرعبه بس بطولاته قليله، كيتينيا نوني مينديز حكيمي كلهم ليهم ملف مقنع. بس السؤال الحقيقي بقى، احنا بنقيم افضل لاعب ولا اكتر لاعب كسب؟ الكره الذهبيه دايما بتفاجئنا، والسنه دي المنافسه نار وباسماء جديده. فانت شايف مين يستحق الذهبيه السنه دي؟ وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو وصلت معايا لحد هنا اعرف انك عزيز جدا على قلبي، وعايزك تتوقع في الكومنتات مين اللي هيفوز بالبالون دور 2025. وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.